خطيره يطلع على طول حمزه علاء يبعد كره خطيره المنتخب المصري الشوط الاول في نوع من التوفيق مع المنتخب المصري، ونتمنى استمرار التوفيق لكن مع تحسن الاداء، لان تدخل قوي صاحب هدف اللقاء حتى الان، تدخل قوي قوي الحقيقه مع محمد شحاته، داخل بقوه مع محمد شحاته، طولت منه ابراهيم لو سند وراح هي بتاعته، لكن بص الاستلام. الكره دي على فكره كره اتكررت المره دي، تمريره محمد شحاته لكن لكن ضيع فرصه كبيره جدا في اللقطه اللي فاتت، ونتمنى الضغوط على اللاعبين. هجمه ممكن تخلص ابراهيم، طولت ابراهيم على الكره دي، اكثر من تسديده واكثر من محاوله، واخيرا كره ارسال وتدخل المره دي من جانب المنتخب المصري، وادي كره اولاري المؤهله لاولمبياد باريس اصحاب المراكز في صدر حسام عبد المجيد. الكره القويه اللي فاتت، بص كره قويه جدا، فرانكلين من كوت ديفوار وايجوهو هوب طبعا من نيجيريا عن طريق اللاعب عثمان كمارا، خطير اجيبه كمارا في الدوري التركي ومسجل 3 أهداف مع نادي. كره ثابته يلعبها امامنا اجيبه كمارا، خطر في الخروج، تمريره حلوه في الحقيقه برضو تفاهم. شفنا محمد شحاته سجلها بشكل رائع، شفنا كمان تمريره اللاعب مميز الحقيقه حسام عبد المجيد. اسامه فيصل هل فيها رايه؟ اسامه فيصل لعب لدى منتخب غينيا. منتخب مصر عامل زون ديفنس دفاع منطقه، لكن امامنا على طول فكر في التسديد البعيد، قويه ولكن معاد ضمن الاربعه اللي اختيروا من جانب مصر. حمزه علاء رجل المباراه، كره حمزه علاء رجل المباراه الاول دون منازع وهو يريح. لسه الكره مفيش تسلل، لسه بنحكي عن ازاي ممكن نخطف هدف ثاني. اسامه فيصل محطه مهمه قوي النهارده برضو، واحد ولد اسامه يبحث عن المسانده، يلعبها حلوه قوي القطه هذه الكره الخطيره امامنا، هو الخطير نبي كمارا. الكرات العرضيه عدت الكره، كل مره الامور هتسلم. هذه امامنا الاعاده للتحرك في الجنب الشمال، نبي كمارا الكرات العرضيه الخطير. الفترات العشر دقائق هي لو استمرت النتيجه بفارق الهدف اللي امامنا. بص الاعاده الاعاده هي امامنا، التعديلات الجديده من جنب الكوره على طول. ابراهيم عادل يلف كوره حلوه، في رايه لكن في فار، شوف الفار في هذا الجانب. وادي امامنا اهو الاعاده والتشيك كومبليتد، خلاص مراجعه الحاله تم مراجعتها. حسن الشاذلي كان طبعا في تلك المباراه، ثم كان العاب المغرب امامنا هنا على طول. الكرات الثابته، الكرات الخطيره، خروج في المباراه. بص التمريره المره دي في مساحه، لسه بنحكي يعني محمود منتخب الغيني عامل هجمه سريعه لكن متطرف ولكن للمساحات، وتمريره حلوه قوي. محمد شحاته واحد من نجوم اللقاء الحقيقه، نتمنى ان شاء الله تمريره حلوه قوي يا ولد. مصطفى سعد ميسي التمرير، التحرك عنده الحقيقه هجمات مرتده خطيره واستغلال. كابتن شوقي البريمه وعادل اللاعبين الحقيقه المميزين. مره ثانيه مرور عن طريق المباريات الماضيه، وبالتحديد كان سجل في مرمى منتخب يملك السرعه مع طول القامه اللي عند حسام عبد المجيد، مع كره خطيره ودخول اجويرو مكان اسامه فيصل اللي بذل مجهود كبير يهرب من التسلل، لكن يا ولد عدى حلو قوي. محمد اشرف خد ركنيه على الاقل، يلعب كره عاليه، يجيبوا كاميرا، كرات العاليه الراسيه هنا الصراع، لكن ميكيلي وطارق سليمان على فكره كان جناح. وادي كره هدف المباراة النهائية، لأن منتخب مصر كان يملك دافع للجماهير المصرية بالتأهل والوصول إلى أولمبياد باريس. كان لها أكثر من فرصة، ولكن أخيرا